رخصنا أوروبا يا بارتا ديمقراطية كردستان سوريا هفديتنك بريا فيديو أونلاين بقل أن لقل أندامي بوليتبوريا بارتا ديمقراطية كردستان سوريا وهن كسات دنرا درباري دوسا الشهيد أمين عيسى لدارخص كوتي دا هريك جباريزر وراغهاندكار بجدار بون ونافين بجدار بو يانجي أفن أنور البني محمد علي بشار جميل إبراهيم ياسر فرحان خورشيد علوي محمد حسن وكوري مامي شهيد أمين عيسى هجار عيسى دجويني دجي دوسا شهيد أمين عيسى أندامي أنجمن هرمية PDK-Sê كود زندان بيديدا دبن إشكن جيدة شهيد بو هروها دوسا قرتين دن يند زندان بيديدا هاتن قوتو بيشكرا. هناك العديد من الاعتقالات للنشطاء والصحفيين، هناك كم أفواه، هناك تجنيد أطفال، هناك جرائم كبرى تنتهك من قبل كل المجموعات المسلحة في الشمال وفي الشمال الشرقي وفي الجنوب وفي أينما كانت هناك مجموعة مسلحة تسيطر ترتكب جرائم بحق الناس. هؤلاء منذ بداية الجريمة حاولوا طبعا تمييع الحدث، إلا أن هذا الأسطول الكبير والممول خسر الرهان وانتصرت الحقيقة أمام جرأة ذوي ورفاق الشهيد ضمن الوطن. وقد ارتبك هذا التنظيم الذي اعتاد أن يرتكب الجرائم وتسجل ضد مجهول، إذ يتم تخوين الضحية والانتقام من ذويه عبر الاعتماد على آلة العنف التي تأسس مشروع هذا التنظيم عليها. وقضية استشهاد أمين تحت التعذيب قضية ملفها يبقى مفتوحا، وأنا أتمنى أن يكون هؤلاء إلى جانبنا وكما كانوا على العهد، وأنا أتمنى أن هذه القضية سيتم التواصل مع كل الجهات المعنية وحتى المجتمع الدولي وحتى التحالف الدولي، سواء كان أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو الجهات الأخرى المعنية. وقضيتنا هي قضية رأي عام، ولا أتنصل من مسألة أنه القضية تبقى قضية أو عائلية أو شخصية أو ما إلى ذلك.